تخيل معايا انك تبقى محبوس في القطب الجنوبي، حوالين منك جليد، عواصف وظلام بيستمر لشهور، وفجأة بطنك توجعك جامد. المشكلة انك انت الوحيد اللي دكتور. القصة بدأت يوم 5 نوفمبر سنة 1960 لما أبحرت السفينة السوفيتية من لينينجراد بعد 36 يوم في البحر. البعثة قسمت فريق على الجرف الجليدي لبناء قاعدة جديدة في القارة القطبية. القاعدة اتسمت نوفالا زاريسكيا واتفتحت رسميا يوم 18 فبراير 1961 قبل ما الشتاء القطب ينزل بظلامه وعواصفه ويعزلهم عن العالم لمدة سنة كاملة. عددهم كان 12 شخص ولا عندهم أي وسائل تواصل، يعني اللي هيحصل لهم لازم يعتمدوا فيه على نفسهم وبس. واحد من الفريق كان شاب عنده 27 سنة اسمه ليونيد إيفانوفيتش روجوزوف، كان جراح من لينينجراد. يعني الراجل دوت كان خط الدفاع الوحيد لو أي حد عايز. يوم 29 أبريل 1961 بدأ يحس بضعف، غثيان، ألم في البطن، حرارته وصلت ل 37.5. التهاب الزايدة مش حاجة بسيطة. الزايدة كيس صغير في الأمعاء الغليظة، لما تتسد البكتيريا تتكاثر، يحصل التهاب وصديد وبعدها تنفجر. وجهز الأدوات، خد مخدر موضعي، قعد نص مائل علشان يوصل لبطنه. كان معاه 2 من زمايله يساعدوه بس بمسك الأدوات والنور، وهو اللي فتح بطنه بنفسه، شق الجلد ووصل للزايدة وشالها كمان. العملية استمرت حوالي ساعتين، ولما خلص كان لسه على قيد الحياة. بعد أيام قليلة تعافى ورجع لشغل كأن مفيش أي حاجة حصل. قصته بقت أسطورة في الطب ودليل على شجاعة لا تصدق، ومن وقتها بقى رمز للجراح اللي واجه المستحيل وانتصر. يعني يا صاحبي، المرة الجاية لما تقول مش قادر أتحرك عشان عندي برد بسيط، فكر إن في واحد في قلب القطب الجنوبي فتح بطنه وشال الزايدة بنفسه وكمل حياته. ولو مش مصدقني انزل بص على المصادر. ما تنساش تتابع أبو العريف عشان خاطر يعرفك اللي قدامك واللي وراك.